السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيدرا إن أوروبا. اليوم غنوجد معكم المسمن بالأسرار ديالو باش يكون ناجح 100%، وبحال محترفين وخاصة للمبتدئات. اجيو تشوفوا معايا وعمرو غيخطاكم المسمن ديما غيكون ناجح معاكم. كيف ما كتشوفوا راه تيجي مورق وهشيش ولذيذ في المذاق. وبقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا المكونات وطريقه تاع التحضير. ولا باقا ما اشتركتيش كنتمنى اشتركوا في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وتبارطاجيو مع عائلتكم واصدقائكم باش يعمل الفائده. وما تنساونيش من لي لايك وتعليقاتكم الزوينه. بسم الله على بركه الله نبداو. هنايا كان عندي الدقيق الكميه اللي بغيتو تعملوا، وعملت غير الملحه وصافي وبالماء البارد وبلا ما تعملوا الخميره لا حتى حاجه. وكتبداو كتعملوا الماء وتعجنوا العجينه مزيانه حتى تحصلوا على عجينه متماسكه. من بعد ما جمعت لنا العجينه مزيان ودلكناها مزيان، هذا هو السر، خصها تدلك مزيان وبلا ما تعملوا الخميره، حيت الخميره كتخرج على المسمن. وصافي كنعملوا كويرات صغيورات كيف ما كتشوفوا. كنستمروا على هذه الطريقه حتى نساليوهم كاملين، ومن بعد تنخليوهم 2 دقائق هكاك ولا 3 دقائق باش يرتاحوا شويه، باش ملي تبغيو تطلقوهم ما يكونوش قاشحين بزاف وكيكونوا ساهلين باش تطلقوهم. كما كتشوفوا كنشوفوا الى شي وحده كبيره بزاف كنقصوا ليها، كنشوفوا شي وحده قصيره كنزيدوا ليها العجينه. هذا ما كان. وصافي وهنايا عملنا الزبده مع الملح بلا ما نذوبوها، وعندنا السميد الرقيق بحال الفينو والزيت نباتيه. وصافي كنخوضوا داك الحبات اللي خليناهم ارتاحوا 3 دقائق باش ملي كنسرحوهم هكا كيف ما كتشوفوا ما يكونوش قاصحين، حيت الا كانوا قاصحين كتسرحيهم وكيرجعوا كتسرحيهم كيرجعوا. هذه ملاحظه ثانيه. وصافي كنخوض الزبده اخوتي خواتاتي كيف ما كتشوفوا كنعملوا ليها الزبده فوق المسمنه هكا. كنحاولوا نسرحوها شويه مزيان باش ما ترجعش. وصافي كنخوضوا ديك السميده الرقيقه تنعملوها شويه فوق منه. راه ضروري ملي كتعملوا الزبده، هذه ملاحظه ثانيه، هذه السر الثاني، ملي كتعملوا الزبده خصكم ضروري ولا بد تعملوا السميده الرقيقه ولا الفينو. هذا الشيء اللي هذا راه السر اللي كيعطيه ديك القرماشه المسمن وتيكون مورق. ملي كيكون طاب ما يجيك بحال هذاك المعجن، تيكون مورق وخفيف. وصافي كرا كيف ما كتشوفوا كنجمعوها على هذه الطريقه اللي معروفه، الطريقه تاع المسمن. وغنزيد واحده اخرى معكم يا اختي. كيف ما كتشوفي كنطلق هاد المسمنه وكنعملوا الزبده بحال كيف ما كتشوفوا. كيف ما العاده غنخذوا السميده رقيقه غنعملوها فوق منها عاود وصافي، وغنطويو المسمنه تاعنا وغنخليوها ترتاح. بين ما كملناهم كاملين كنخليوهم يرتاحوا عاوتاني 2 دقائق ولا 3 دقائق عاد نبداو الطياب تاعهم. وصافي كنطويهم على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كاين اللي بغيتي عاود تعملي ملي كتعملي هاد الطويات بجوج يمكن لك تعملي فوق منها الزبده
مرة أخرى والسميدة باش يجيوك مقرمشين مزيان ومورقين. ما بغيتيش صافي كتكتفي بديك الزبدة اللي عملتيها لداخل وصافي. كل واحد كيف ما تيحب كيف ما كيبغي تيعملها. هذه واحدة أخرى كيف ما كتشوفوا كنعملوا نفس الطريقة. وصافي بين ما كملناهم كاملين وخليناهم حتى ارتاحوا شويه. وصافي دابا كتبدا المرحله ديال البياض. غادي نطيبوهم في المقله كيف ما كتشوفوا. كنخوضوا وحده كان بحال هكا كنبداو نسرحوا فيها حتى تسرح مزيان. وصافي كنعملوها في المقله باش طيب. وكنزيدوا شويه تاع الزيت نباتيه كيف ما كتشوفوا فوق منها. وصافي ملي كتشوفوها هكا راه بدات كتطلع كتعمل ديك الفقاعات. ما تخليوهاش طيب بزاف دغيا قلبوها. هذا هو السر الاخر. انا عطيتكم سر اخر باش ما تكون قاصحه بزاف وتيكون طياب واعر باش طيب. وصافي بين ما كتكون هذيك كطيب على المقله كنخذوا واحده اخرى كنسرحوها. وصافي كنستمروا مع التحرك باش ما تحرقش لينا المسمنه كيف ما كتشوفوا. راه تيجي زوين ورائع في المذاق. وصافي بعد ما طابت هذيك حيدناها. خدت واحده اخرى راني بديت كنسرح فيها كيف ما كتشوفوا. كنسرحها مزيان حيت عملت انا داك المسمن اللي عملته كوارات كبار. يعني تيخرج ليا كبارين الحبات. كل واحد على ذوقه. كاين اللي كيعملهم غير الحبات صغيورين كاين اللي كيعمل الكبار. انت وجهدك. وصافي ها هي بدات كطيب كما كتشوفوا. راه هي طلعت نفخات شفتوا منفوخه وخفيفه. كتكون خفيفه في اليد. يا اختي على المسمن كيف كيجي. كنتمنى تجربوه وترد عليا الخبار. راه زوين على مدينته وبطريقه بسيطه جدا وسهله وما كتكلفش عليك. غير الدقيق والماء والملحه وصافي. ها المسمن موجود اختي. وتيجي رائع جدا في المذاق. كنتمنى تجربوه على ضمانتي. دابا راني كنصور معكم مرحله بمرحله باش تشوفوا لي ديتاي. واخا غيجي الفيديو شويه طويل ولكن بغيتكم تشوفوا مرحله بمرحله خاصه للمبتدئات. الا تبعتيها المراحل ما عمرو يخطاك. غيجيك دائما المسمن ناجح ومورق 100%. كيف ما كتشوفوها هي راها منفوخه بزاف وخفيفه وكتجي محمره. كتاخذ هذا اللون محمر رائعه جدا. هي هذه بدات كتنفخ كيف ما كتشوفوا. بغيت نشاركها معكم. ملي عملتها في المقله بدات كتنفخ كتطلع كيف ما كتشوفوا. شهوه منها رائعه جدا. وما تنسونيش من لي لايك اخوتي خواتاتي الا عجبكم الفيديو تاع اليوم. وكنتمنى تجربوه ان شاء الله وما غاديش يخطاكم الا تبعتوا المراحل اللي وريتكم.
خطوة بخطوة غيكون ناجح 100% ان شاء الله. وما تنساونيش من لي لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وتقسموا الفيديو مع عائلتكم واهلكم باش يعمل الفائده ان شاء الله. هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا بعد ما ساليتهم كاملين راه تيجيو رائعين جدا ومحمرين. كياخد داك اللون الذهبي ورائعين جدا جدا، وكنتمنى تجربوهم وغتشوفوا النتيجه براسكم كيف جات ان شاء الله. هي غادي نقطع وحده قدام عينيكم كيف جات، راه جات مورقه وخفيفه ما شاء الله. شفتوا التوريقه كيف دايره، مورقين بزاف، راه مورق وخفيف. هو وصافي هنا راه سالينا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا من لي لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وخليتكم على خير، وصفه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم.